السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة معانا. حديثنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن حوار مختلف تماما، ألا وهو حاجة اسمها التعناية أو بنسميها بالمصطلح الإنجليزي اسمه تينيزمس. الأعراض بتاعتها إيه؟ يجي لي واحد في الصيدلية ويقول لي يا دكتور أنا عندي استثقال أثناء عملية التبرز، بتلاقي في آلام كمان أثناء التبرز، وتلاقي كمان في غازات شديدة جدا برضو أثناء عملية التبرز. ايه في حاجة؟ ايه يا ابني في حاجة؟ مفيش، بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقة خطر. الحالات دي كلها بتكون أعراض لحاجة اسمها الأميبا. الأميبا عبارة عن كائنات أولية مش عايزين نتكلم في تفاصيل عنها، هي اللي بتعمل لي المشاكل دي. لو قلت لحضراتكم اسمها الأميبا أو بتلاقيها موجودة في التحاليل معانا اسمها انتاميبا هيستولوتيكا، اسمها كده انتاميبا هيستولوتيكا اللي هو بنسميها الأميبا. طيب الأعراض التانية برضو اللي بتحصل معانا إن حضرتك بعد ما تطلع من الحمام بتحس إن أنت ما اكتفيتش إنك مش شبعان بمعنى صح وعاوز تخش الحمام تاني. انا رايح الحمام، ما انا لازم اروح الحمام، دي حاجه يعني مش مهم نتفق عليها، بتيجي بظروفها كده يعني. طيب المشاكل دي بتحصل نتيجة لإيه؟ نتيجة لأكل ملوث، حضرتك بتاكل أكل ملوث من السوبر ماركت، أو السبب الرئيسي بيكون لها برضه الحاجات الكائنات المعفنة بمعنى صح، زي مين؟ زي الفسيخ، زي الرنجة، الحاجات دي كلها بتعمل لي الأميبا. طيب الحاجات دي ليها علاج؟ ليها علاج موجود معانا. بالنسبة للكبار أول حل معانا حاجة اسمها سيبازول فورت. السيبازول فورت زي ما ظهر عند حضراتكم في حبيتين بس بيتاخدوا مرة واحدة، ممكن تكرروا مرة تانية بعدها ب3 أيام أو بعدها بأسبوع. ممكن كمان آخد حاجة اسمها سيكندازول. سيكندازول ده عبارة عن أقراص علبة برضو فيها 4 حبايات بيتاخدوا مرة واحدة. طيب لو أنا عندي مشاكل في المعدة أو تعب في المعدة ممكن آخد السيبازول فورت ده أخده على مرتين بس في نفس اليوم، وآخد السيكندازول حبيتين وحبيتين برضو في نفس اليوم، واخده بعد الاكل برضو مفيش اي مشكله معانا. ده كده علاجنا رقم 1 او العلاج الاساسي معانا. ممكن برضو استخدم بعدها الفلاجيل. الفلاجيل بيتاخد 3 مرات في اليوم، تمام. ممكن استخدم برضو معايا اللي هو الامريزول. الامريزول فيه 250 وفيه 500 اقراص، والفلاجيل نفس الكلام. ال 500 للناس الكبار بعد 12 سنه، ممكن من 10 سنين مثلا ل 12 او 13 سنه، ممكن لغايه 14 سنه كمان استخدم ال 250، تمام. بعد كده بستخدم ال 500، مفيش اي مشكله معانا. ده بالنسبه للكبار. المشاكل اللي تقابلنا في الاعراض دي او المشكله بتاعتها البسيطه معانا الا وهي الطعم. بتعمل لي حاجه اسمها ميتاليك تيست. ميتاليك تيست ده بيبقى طعم مش كويس في البق، بيكون طعم يعني لما تيجي تشرب ميه كده تحس انت بتشرب حاجه مش كويسه معانا، فهي دي مشكلته. بيقعد بالظبط يومين ولا حاجه ويروح معانا، مش بيطول. بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسيبازول فورت او السيكندازول. بالنسبه للفلاجيل ممكن يطول معاك شويه لغايه لما نخلص فتره العلاج. طيب الحاجات دي بنعرفها ازاي؟ بنعملها تحاليل طبيه، بنروح عند اي دكتور تحاليل بياخد عينه من البراز وبنشوف العينه هل فيها اميبا ولا لا، هل فيها ديدان ولا لا. برضو بنحلل، غالبا بيكون ديدان والاميبا بيكونوا مع بعض، مش في كل الاحيان لكن في بعض الاحيان بنلاقيهم موجودين مع بعض يعني، وبناخد لهم علاج طبعا. ده بالنسبه للكبار. بالنسبه للاطفال علاجنا رقم 1 اللي هو الامريزول او الفلاجيل. الامريزول ناقص بقى الفتره، هنستخدم الفلاجيل 3 مرات في اليوم. برضو من الحاجات المهمه لازم نكون عارفينها. ولو في اكلان في فتحه الشرج بالنسبه للاطفال ده بيكون ديدان، ملوش علاقه بالموضوع ده، انا بتكلم عنه برضو في فيديوهات جايه ان شاء الله. كده خلصنا حلقه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.